أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وقمتهم مسك الختام وقمة الاصطفى سيدنا محمد المصطفى. اللهم صل عليه صلاة تخرجنا بها من ظلمات الوهم، وتكرمنا بها بنور الفهم، وتوضح لنا بها ما أشكل حتى يفهم، إنك تعلم ولا يعلم وتعلم الغيوب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. وأثني بالسلام عليه وعلى إخواني من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل وسائر الصالحين إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، هنيئا لنا مرة أخرى أن وفقنا الله عز وجل للاجتماع على غير أرحام بيننا، لنتزاور في الله، ونتجالس في الله، ونتناصح في الله، ونفترق إن شاء الله على الله. فهنيئا لنا جميعا، ونسأل الله عز وجل القبول. ما إن يهل هلال ربيع الأول حتى تتيقظ منا المشاعر، مشاعر الشوق والمحبة، ونتذكر أحبابا قد التقينا بهم في السنة الماضية، ويكون الشوق هو المحرك. الشوق هو المحرك لكل واحد منا، ولكن الله عز وجل ليجمعنا ولينفس ويخفف من ذلك الشوق جعل مناسبات للاجتماع، جعل مناسبات للاجتماع. ولا أعظم من مناسبة ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كاينش مناسبة على وجه الأرض أعطاها لنا الله عز وجل كمناسبة أو كذكرى ميلاد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. لربما يقول البعض: أخطأت يا فلان، فهناك ليلة القدر التي أنزل فيها الله عز وجل سورة وقال بأنها خير ماذا؟ من 1000 شهر. أقول لمن ليس لديه خبر، يعني الخبر اللي ما عنديش خبر، واللي في راسه ذكره، وقد لا أضيف إلى علمكم شيء، ولكن الذي يجب أن نعرف أن ليلة القدر ما هي إلا هدية لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والهدية تكون قد ما بغات تكون مليار أو فيليار أو فهي دائما ماذا؟ تكون دون قيمة المهدى له. نضرب لك كتدي شي حديث الصديق ديالك، كتدي لي الهدية اللي هي الهدية السكر ومع شي حولي، أو كتدي العجلة ولا العجل ولا تدي الجلابة ولا تدي. أنت اللي كتكون غادي كتقول يا ربي، يا ربي قبلها، يا ربي تعمر لي عيني. علاش؟ لأن الهدية هي دائما أقل من المهدى له. ولله المثل الأعلى. الله عز وجل أعطى ليلة القدر هدية لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن تكون ليلة القدر أفضل من ليلة الميلاد. لماذا؟ لأنه لو لم يكن يوم ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وجدت لا ليلة القدر ولا الحج ولا الصوم ولا حتى الدنيا. حتى الدنيا لم يكن لها وجود
الإمام البصيري: لولاك لم تخرج الدنيا من العدم. كثير من الناس يعلقون على هذا البيت ويقولون هذا الشرك. العدم الذي يقصده الإمام البصيري هنا عدم الجهل. الجهل هو عدم. الجهل عدم. متى يكون للإنسان وجود؟ يكون له وجود لما يمن عليه الله عز وجل ببسطة من العلم، هنا يكون له وجود. إذن فالدنيا قبل وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في العدم، في العدم. لهذا حينما قال الله عز وجل مخبرا عن الغاية من بعثة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بان فضله واتضحت مكانته لما قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكل شيء يأتي بعد الاستثناء كما لغويا يعني يفوت المبالغة. ثم أن الله عز وجل عبر هنا بالمصدر: وما أرسلناك إلا رحمة، والمصدر يفيد المبالغة. إذن فالدنيا قبل وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن تساوي شيء، بل كانت محتاجة إلى وجوده صلى الله عليه وسلم لتكون شيء، وليكون الذين يمشون فيها ويتحركون فيها شيئا مذكورا. إذن لما قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، اتضح بأن الغاية من إرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ماذا؟ هو رحمة العالمين. إذن حينما ينشد المنشدون ويقول عين الرحمة، ما جابوهاش من فراغ، لها أصل في الكتاب: وما أرسلناك إلا رحمة. معناه أنت عين الرحمة. لم يقل تعالى: وما أرسلناك لنرحم بك أو ليرحم بك، بل قال: وما أرسلناك إلا رحمة. فكان صلى الله عليه وسلم كونه كما قال كثير من المفسرين كونه أي وجوده رحمة. غير وجود ديالو صلى الله عليه وسلم هو رحمة بذاته. وإذا استقصينا يعني بحثنا في سيرته صلى الله عليه وسلم حتى عبر عنه بعض الصالحين قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم كالجوهرة من حيث نظرت إليه يبهرك جماله. لماذا؟ لأن الله تعالى خلقه كاملا من دون نقص. الذي حل بنا هذا الكلام قلنا بأنه لو لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان للحياة ماذا شيء، ولكن الله عز وجل أرسله رحمة. لماذا؟ لأن الفترة التي بين رفع سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام إلى السماء، سيدنا عيسى ما سير، سيدنا عيسى ميت في الباص، سيدنا عيسى ما سير، نعم لا قتلتين ذلك لا قتلتين طبعا، بل رفعه الله إليه منذ رفع الله عز وجل سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام إلى مبعث ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومبعثه بل ميلاده صلى الله عليه وسلم منذ ولد وهو رحمة. وتعلمون قصة حجر الأسود وتعلمون كثير كان دائما رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكم. كل هذه الفترة ضاقت من الويلات ما كان يستدعي فعلا أن يوجد رسول يكون رحمة.
يبحثون عن من يرحمهم، من يضمهم إليه، من يقربهم. كانوا يبحثون عن قلب رحيم. فلهذا قال الله عز وجل: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لماذا؟ لأن فظاظة غلظة القلب موجودة. هم يبحثون عن سلعة مفقودة. ما هي السلعة المفقودة؟ القلب الرحيم. فما كان الله عز وجل إلا ليختار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويجعله ماذا؟ رحمة. وهذا ليس بغريب، لأن الله عز وجل لما خلق العرش واستوى عليه، استواءه كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة وكل بدعة ضلالة. استوى الله عز وجل على العرش. لما استوى الله عز وجل على العرش استوى بماذا؟ استوى بصفة الرحمة. قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى. إذن فمن المنطق أن يكون المرسل ماذا؟ كذلك رحمة. وقال ابن عربي: لو لم يستوي سبحانه وتعالى بصفة الرحمة على عرشه لذاب الكون هيبة من جلاله. لو لم يستوي بصفة سبحانه وتعالى استوى على العرش بصفة الرحمة، الكون ماله يذوب هيبة من جلال الله عز وجل. ولكن رفقا بنا استوى سبحانه وتعالى ماذا؟ بصفة الرحمة. ثم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل الله يصلي؟ احنا كنصلي صلاة فرض ولا سنة؟ فرض. من أركان الإسلام ولا من أركان الإيمان؟ من أركان الإسلام. هل الله يصلي؟ نحن نصلي لمن؟ لمن نصلي؟ لله. وهل الله يصلي؟ نعم، نعم، الله عز وجل يصلي. وما هي صلاته؟ ورحمتي سبقت غضبي. ورحمتي سبقت غضبي. الرحمة سابقة للغضب. اقرأوا إن شئتم: ولو يواخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. وقوله تعالى: ولو يواخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. لو الطلبة باش ما يتلفشيو هذه مع هذه، الله عز وجل يجمع بين الضادين في آية واحدة. ما ترك على ظهرها والظلم. ديك الضاد ما كيجمعش في آية واحدة، غير باش ما بقاش يتلف لكم الشباب. ياك الكسب. الحمد لله. إذن ولو يواخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها على ظهرها من دابة. ما ترك عليها من دابة. ولو يواخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن ماذا؟ يؤخرهم. لماذا هذا التأخير؟ لماذا هذا التأخير؟ هذا التأخير لعلنا نراجع أنفسنا ونتوب، نعجل بالتوبة إلى الله عز وجل. إذا مسه طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ولكن هذه لمن؟ ترى ماشي جميع الأمم، لا، للأمة المحبوبة. من هي الأمة المحبوبة؟ أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحبيب الحبيب حبيبه، حبيب الحبيب، حبيب، صديق صديقي، صديقي، نعم، ليس صديق الرياضي، صديق صديقي، صديقي. وعدو صديقي، عدوي، وعدو عدوي.
يعجل له بالعقوبة. أمة رسول الله المرحومة، ممكن أن نعطي بعض الأمثلة مما ضيق الله عز وجل على الناس، لأن من مظهر رحمته صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قوله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. هذه من أعلى درجات الرحمة، ما جعل عليكم في الدين من حرج. نعطي بعض الأمثلة من الأمم السالفة. زوجتك حائض أو زوجتي أنا حائض، تؤكلها ولا تؤكلها؟ أموتي مش غيرتكم كيحيطوا فيه. أنا حياتي الدين كتاكل معاها ولا كتاكلش معاها؟ كتاكل معاها وتصافر معاها. بني إسرائيل منع عليهم مؤاكلة الحائض، شددوا فشدوا الله عليهم. نحن نعمل السيئات، الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. إذن قلنا مظاهر الرحمة التي تجلى بها الله عز وجل على هذه الأمة تختلف مع كثير من المواقف التي شدد الله عز وجل فيها على بني إسرائيل، حتى أن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لما اطلع فرعى أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم طلب من الله عز وجل أن يكون من جملة أمته ولم يعطى. إذن ما هو الموقف ديال الجلسة مع هذه القصة؟ أن نحمد الله عز وجل أن جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولم نسأل الله ذلك. ما طلبناش. إذا ما طلبناش احنا. ما طلبناش، ومع ذلك جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل خلقنا من ضعف، ومن جملة الضعف أننا الآن في المسجد أقوياء. كيف؟ ما يقدرش الإنسان يكتب في الشمال ولا يزني ولا يسرق
ولا شغل خام ولا. ولكن إذا خرج الإنسان من المسجد ماذا؟ كيبدا في الضعف، كيبدا في الضعف. ولعل والله أعلم هذا هو الحكمة من أن الله عز وجل وزع الصلوات الخمس على اليوم، على اليوم. تستيقظ في الصباح وانت كلك نشاط وباغي توصل غير المسجد باش تحضر صلاه الصبح وتقرا الحزب وتذكر الله تعالى، ولكن بعد طلوع الشمس تخرج الى السوق او الى العمل او وكيبدا الانسان في المخالطه كذا كذا، كيبدا الايمان ينقص 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 ينقص. ولكن رحمه الله عز وجل قبل ان يصل الايمان الى رتبه الصفر يقول المؤذن للظهر الله اكبر، فيذكرك بالله عز وجل وكتجري للمستشفى. علاش؟ لان الباتري ديالك قرب يشرب، اللي كيبغي يشارج التليفون اش كتسمعوا؟ اش كتسمع؟ شي زوي كيدير زوي اش كدير له؟ كيقلب على شارجور ركب باش شارج. هكا كيوقع لنا وياه مثلا. هذا كنجريو كنخرجوا بعد صلاه الظهر كذلك نفس الشيء، كيبدا الايمان زايد ما يجيش في نقطه الصفر حتى يقول المؤذن الله اكبر، يعني تتدارك لنا رحمه الله عز وجل. وهكذا المغرب وهكذا العشاء وهكذا الصبح. هذا من رحمه الله عز وجل. وخلال هذه المده منا من يخرج عن انسانيته، لان لما يكون الانسان في المسجد ومع في مجالس الخير ومجالس الذكر ومع الصالحين ترتقي روحه ونفسه إلى مرتبة ماذا؟ إلى أن يلامس مرتبة الملائكة. إذا شفت ذاك شي مكيدة الدرون أربعة الشهر، شوف الناس ديالو الإيمانية في صافي الروح، لكن لما يخرج من المسجد ويخالط الناس هو كيقلب على الزلة ويقع في الزلة. هل المؤمن يزني؟ نعم. وهل الولي يزني؟ وكان أمر الله قدرا مقدورا. لكن رغم خلقك لهذا الحد اللي حط لك الله عز وجل يسبل عليك سبحانه ماذا؟ ستره بالليل بالنهار. إذا تستر لما كتستر وانت خايف كذا الله عز وجل كيعرف بان فيك مزعه ماذا؟ مزعه الحياه. وهذيك المزعه ديال الحياه بحال الحبات اللي كيطيحوا لنا من ماكينه الحصاد. واش كيضيعوا؟ ما كيضيعوش. اللي ما كانش طاير شي وقع غير كيطلع على في يدين انت كتنبت وعرفت العروبي ما تشوفوش ما عرفتش جاي من المدينه عرفت العروبي كتجاوب معاه تجاوب ثاني باش نفرتك غير الويل. طيب اذا قلت لك يبقى يتجاوب نبدا بالتجاوب. قلنا الانسان يسبل عليه الله عز وجل ستره. هو ظالم او ليس بظالم؟ ظالم، ولكن الله عز وجل يمهله الى ماذا؟ الى ان يتوب. واذا ستر نفسه ماذا؟ الله عز وجل يديم عليه الستر. ما دام لم يحدث الناس بفاحشته، ما دامش باقي ما تحدثش مع الناس. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله السيد الرئيس، اتق الله السيد المدير، اتق الله السيد العامل، اتق الله السيد الوزير، اتق الله السيد المستشار، أخذته العزة بالإثم كيديت الشح. كان ملي كان سامي الصيف كنجيب الشيخات ولا مش ولا كيجيب الشيخات. يا كان هو اللي ديك العام شفت القبيله 4 البيع
سبحان الله كتفتخر. يا كان ما كان عندهم البار، كان اللي يمشي يضرب مع الوالي والعامل وكذا ووزير الداخليه حتى عطى له الاستاذ ديال البار. العزه بالاثم، يتعزز بالاثم، يتأله على الله، لكن الله ليس بغافل عما يعمل الظالمون. ان الله لا يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلته. طيب احنا قلنا الله عز وجل يسبل عليه الستره وينتظر. كيجي صلاه الظهر يتوضا الانسان، يدخل في الجماعه، يكبر تكبيره الاحرام، يركع، يسجد، يقول اللهم اغفر لي، يقول غفرت لك. كيمشي يتوضا مع راسو يجلس، كيجي يدخل الساكرين، كيجلس، كيبغي يفض المجلس، يقول الملائكه يا رب ان فيهم فلان الخطاب، يقول لهم القوم لا يشقى بهم جالسهم، قاعد لو تنطلق معهم قد بدل سيئات وحسنات. بني اسرائيل على العكس، اذا زنى فيهم الرجل يكتب على باب بيته فلان زنى الليله، يفتح الله عز وجل، او يكتبها له على جبهته فلان زنى الليله. احنا لا، يخرج الانسان عاد اللهم يلقاك الله تعالى مع شي ولي، كما حصل لذلك الصحابي قال لا تدخل علينا واثر الزنا في عينيك اذا كان شي ولي. اذا الامه المرحومه. ومن رحمه الله تعالى اننا ناكل من نعم الله ونشرب من نعم الله وندخل الخلاء، قد ان يصيبنا بعض البول او بعض الظاهر، اما ان تنتبه له او ان يبقى شي واحد. الفقه ديالنا اش كيقول؟ إيه من ناحية الفقه شنو؟ قاسي يقول ولا قاسي يقول؟ شنو؟ في الحليب ولا في التوزيع؟ مويتي يا مويتي. شنو درت؟ وصل الله تي وصلت تي نكرتو فركو ولا قاسي في الحل ولا فوق نصبها مزيان. زين وعقلها يا العام الجاي ما عقلتش عليك واش باش تخدش عليك دبر راسك. بني اسرائيل اذا اصيب احدهم بنجاسه في ثوبه او في بدنه يقطع محل النجاسه بالبوس، يقطعوا. هذا هو الطهاره ديال الامور. وزيد 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 وما الى ذلك. نعم هما من ناحية أخرى كل واحد رهين بالعمل ديالو، كل واحد فيهم رهين بالعمل ديالو. إذا قدم شي حاجة وغيرك ما قدمهاش سلام عليك. احنا لا، احنا لا، احنا قال الله عز وجل ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ادعي معايا وادعي معاه، ترحب عليا وترحب عليك، تقرا عليا ست يقول الله احد ونصيفها ليك، تسلك الفديه ونصيفها ليك. الا ما كان بقى لك يسلك الفديه ما بقاو. كاين واحد المجموعه قليله اللي باقا كتجمع الفديه معروفين. طيب كيف يعني يموت الانسان وماذا والسجين ديال العمل ديالو لا زال مفتوح. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به. شفت الأمة المرحومة؟ وما دمنا فتحنا هذا الحديث يعني أحب أن نتدارس ولو في دقائق قليلة قول الله عز وجل: الشكر رحمة الله سبحانه وتعالى. الأمة
واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما أهلكناهم من عملهم من شيء. عجيب. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ولكن لما كيجي لهذه الأمة كيعطيها كيفتح لها واحد الأبواب ديال الرحمة على مصراعيه. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما آلتناهم من عملهم من شيء. والذين آمنوا يعني هذه شرط فالذين آمنوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا ما دون ذلك لا يدخل في اعتبار هذه الآية، لا يدخل. تقول لي حوار الحضارات، تقول لي يعجبك، لا تضحك على راسك. هي المعايشة المساكنة احنا خوت سيدي، وإن حكم المشركين استجارك فأجلوا حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما بلغ. شد يديه تعتصوا البلاد. جارك يكسر الحق، شكون هو؟ جارك المسيحي أو اليهودي كيتسرق حق الجوار، كيتسرق حقين شكون؟ مسلم وجار. وكيتسرق ثلاثة مسلم وجار وذي قرابة ذي قربة ثلاثة. إذا كيتسرق حق شكون هو؟ لا، واحد يهودي أو نصراني ما خوياش. فإن قاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فإخوانكم في الدين. إذن يهودي نصراني جارك، وهذه كنقول هذه إخوان ديال المهاجرين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. راه عندكم واحد المسؤولية والله حتى يوم القيامة حتى يوقفوكم المسيحيين ديال الدول الأوروبية ويحاجوكم بين يدي الله عز وجل. ومن غريب ما وقع في رمضان الفارق شعبان، ولربما يكون من إحكامية جايين في الباطل ومشى المغربي باش يهز الماكله ياكل، ومن ضمن ما هز الشراب. لما جابوا الصندوق باش يخلص لاكاس، السيده اللي فاكر قال لي السيد سمعت بودني ربما يكون معايا هنا، قالت له اي شعبان رمضان؟ قال لي السيد ولا تعرك هذه نصرانيه. قالت له اي شعبان رمضان؟ شعبان ورمضان يعني خصوصا شعبان لأنه غادي يدخل عليكم رمضان. اي شعبان رمضان؟ شوف معناها هما حاطين تحت المشهر كيشوفوا التصرفات ديالو. الوقت اللي كيشوفوا ولا كيتصرفوا مزيان تيقولوا هذا هو الدين الحق، هذا كيمثل الامه ديال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اش بغيتي تقول لي؟ مشي معك في الجامع بسم الله. ماشي انا ما كنصلي ما كنصوم ما كنصوم الدين والمله والشراب وزيدوا ونقولوا لا هذا جبتو معايا المغرب بغا يسلم. سلم انت، سلم انت. كيجي من راه خدام مشيتي وقلت هذا بغا يسلم، هي كيسلم مزيان. تفضل صافي اغتسل مزيان وشهد ايام عم شهد كذا يعني الشهاده مزيان. هاد الايام اللي شهد اليوم ولا 3 ايام صلى لا ولكن كيصوم. طيب الحمار ديالنا راه كيصوم، انت ما كتصليش بغيتي تجيب واحد تلقى شي يهودي خافو قال لي شهد يهودي كيخاف قال كذب حتى كنصور وقال شنو قال ولا عرفت يعني احنا خاصنا نكونوا قدوه. اذا الرجوع الشرط والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بالايمان. هذا المشكله. هذه الايه ممكن ان تكون نسبيه. يعني الان الطريق كانت القبيله فيها 100 فقير 50 فقير 60 70 فقير، حتى ولا الفقير كيجيب وحده. جاي فقير مسكين كيتحت بوحده. وقبيله هبطنا واحد فقير فين الفقراء؟ الفقراء بينهم ماتوا. ايوا كي ما تمنمن كي ما تحركتي جيب معاك جوج ثلاثه. قال لي هذا الزمان كله وراسه او القيامه هذه. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله. ربنا
راه ماشي بالضروره تدعي في فرنسا وتدعي في ايطاليا والبرازيل والامريكا. هنا احنا محتاجين الى الدعوه الى الله. يلا سيدي مشي معايا واحد المجلس ديال الذكر ديالها الله، ماشي بالضروره هنا فين ما كان. يلا تشوف واحد المجلس ديال الذكر، يلا تصوم شويه، يلا تحيي القلب، يلا تصوم شويه، يلا تجدد الايمان، ولا لك به الاجر. والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بالايمان. كذلك الشرط معناه يكون عندك 5 و10 و12 و15 و20، ولكن إذا لم يكونوا على أثرك ماذا؟ لن يلحقوا بك غدا يوم القيامة. ما تصدعش راسك، بل إذا ما دعيتهمش يكونون ماذا؟ إنما أموالكم وأولادكم عدو. أنا غنتحقق هذه الآية. لا يا رب، لم يدعونا إلى دينك، بالعكس استربي. كنا إذا مشينا من برا ما جبناش الفلوس الويل لنا، نقدر نطردوا مع الحين إذا ما جبناش الفلوس. ولا ما ولا ما، ولكن يا ربي ما عمرو قال لنا الصلاة، ما عمرو سولنا على الصلاة واش كنصلي ولا ما كنصليش، ما عمرو قال لنا واش قريتوا القرآن ولا ما قريتوش، ما عمرو قال لنا واش قريتوا ولا ما قريتوش. علاش؟